وتصور انت كتخدم في واحد لونجاه كتطلق اكثر من 110 ديال التلوث السمعي في ذاك الشونج يوميا. اش غيطرى لك؟ ابسط الامور في الاول غتكون ستريس، تقول لاش معصب، راه هذاك هو الصداع اللي عصبك. تقدر بيديك النعاس يجيك الارق لان الجهاز العصبي ديالك عارف شو وصمك على المدى البعيد المدى المتوسط. الصوت عباره عن دبدبات، ملي كيوصل لواحد المستوى كيولي ضجيج، كيولي بغوي، وهذاك الضجيج الوحده ديالو هي الديسيبل. هذاك البغوي الوحده باش كيتقاس هو الديسيبل. الوغ الكونفرساسيون اللي دايزه بيناتنا دابا بين 40 قول 30 50 ديسيبل، على حساب لا تحبست هزيت صوتي كذا صوت مقبول، يعني ما تقدر تسمعوه مده طويله. ملي وصلوا 70 ديسيبل مثلا بحال الصوت ديال الشارع ولا بحال هاد السريسير ديال التليفون، السريسير ديال فيك على مدام، كنقولوا كتوصل 70 ديسيبل. ممكن تريح في 70 ديسيبل مده طويله ما يطرى لك والو، ملي كندخلوا ل 80 هذا كيولي ناقص الخطر. توصل 80 ديسيبل من الافضل انك دير لي زونتي بغوي. ملي كتوصل 85 ديسيبل هنا اوبليغاتوار خصك دير لي زونتي بغوي بالضروري. مثلا انت خدام حدا واحد لونجا، لي زونجا كيديروا يعني كيوصلوا حتى لاكثر من 110 ديسيبل. هنا كنشوفوا لي زونتي بغوي المناسبين لهذيك السيتياسيون. ماشي غنجيبوا لك اونتي بغوي هذيك بوشون، ولا غنجيبوا لك كاسك اللي كيشد لك الودن كامله، ولكن داك الكاسك راه ماشي كيحيد الصوت 100%، كينقص مثلا ناقص 40 مثلا ناقص 30